السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جايلكم فيديو جديد ووصفة جديدة وان شاء الله تكون مفيدة. في الاول نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جايه تعملي معانا ايه النهارده؟ هعمل معاكم البسبوسة بطريقة اقتصادية وسهلة وبسيطة. وعايزة اقول لكم لو اول مرة بتعملي بسبوسة هتنجح معاكي من اول مرة. البسبوسة كانت مشكلة المشاكل لنا كلنا وانا اولكم. يعني بجد والله كانت من الحاجات، يعني انا بعمل حاجات كتير وبتطلع حلوة وناجحة ومظبوطة الا البسبوسة. جربتها بطرق كتير جدا 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 وكانت بتفشل معايا. بس لما جربت الطريقة ديت، وانا قلت لكم انا ما بنزلش اي حاجة على القناة الا لما بكون ضامنة انها ان شاء الله تكون ناجحة وبسيطة وسهلة كمان. واهم حاجة فيهم كمان ان هي كمان تكون اقتصادية. هتعملي البسبوسة معاكي بطريقة سهلة وبسيطة. لا هنكمل السكر ولا هنرفع حاجة على النار، كله كده واحنا واقفين كده على الرخامة. هتعمل هي فعلا بسبوسة ال10 دقايق بطريقة سهلة وبسيطة ومرملة ولونها حلو جدا جدا. ومن انجح الطرق بصراحة اللي انا عملتها. انا جربت طرق كتير جدا للبسبوسة، هي دي الطريقة اللي ان شاء الله هعتمدها ونجحت معايا. وانا قلت انقلها لكم بقى ونقول لكم التجربة بتاعتي ديت فيها بطريقة سهلة وبسيطة وان شاء الله تعجبكم. هندخل بقى على المكونات البسيطة جدا اللي هتبقى ان شاء الله موجودة عندنا في كل بيت. هنعمل مع بعض ايه بقى؟ هي دي كده نص كيلو من سميد البسبوسة. سميد البسبوسة العادي اللي من غير اي اضافات. انا عملت قبل كده بسبوسة الاكياس. وديت البسبوسة العادية بقى اللي هي بالسميد البسبوسة العادي. هنحط عليها 3/4 كوباية من السكر. دول 3 معالق جوز هند اختياري لو حابينها. وكيس فانيليا. دي كده المواد الجافة. وهنحط نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. نص معلقة كده صغيرة هنجيبها يعني هعملها معاكم اهو. ده كيس فانيليا كده، ودي كيس فانيليا دريم. كيس كده من الكيس الكبيرة اللي طالعة جديد دي. حلوة قوي قوي بجد وريحتها جميلة جدا. هنيجي بقى كده دي نص معلقة كده او معلقة صغيرة من بتاعة الشاي. دي كانت معلقة كبيرة، حطيت نص معلقة منها فيها. ومعلقتين كده من اللبن البودرة علشان انا زي ما قلت لكم هعملها باقتصاديه بالميه. مش هحط لها لا لبن ولا هحط لها زبادي. وده لبن بودره وده برضو اختياري، لو موجود عندك حطيه، مش موجود عندك خلاص ولا كأنه موجود. ورشه ملح بقى بسيطه كده هنحطها. بس اللبن البودره ده هيعزز معايا الطعم كده كأنكم انتوا كده جايبين بسبوسه الاكياس بالظبط. بسبوسه الاكياس بيبقى فيها برضو لبن بودره وحاجات زي كده. طيب هنعمل ايه بقى مع بعض؟ ديت معايا حوالي عن 3 معالق كده من شربات الكنافه التقيل. يعني انا كنت عامله شربات كنافه وخدت جزء منه وبعدين سبت الجزء التاني كده في قلب المج ده. جبت 3/4 كوبايه من السمنه السايحه اللي هي كانت تعتبر ايه، يعني دافيه كده ماليه للسخونه، يعني مش سخنه قوي. لا يعني دافيه كده، يعني سخنه بس هاديه شويه. حطيتهم بقى على ال3 معالق عسل دولت. وهحطهم العسل ده بديله ايه؟ يعني ده عسل الشربات، يعني الشربات بتاع الكنافه. بديلهم ايه؟ لا اما عسل نحل لا اما معلقتين كده كبار من عسل الجلوكوز. طب العسل الجلوكوز ده غالي ومش موجود عندنا كلنا، وانا واحده من الناس. وما كانش برضو عندي عسل ابيض، فكان عندي عسل اللي هو بتاع الشربات بتاع الكنافه، عسل تقيل من بتاع شربات الكنافه اللي هو كوبايتين سكر، كوبايه ونص ميه، وبنحط لهم عصره ليمونه وبنسيبهم على النار لغايه ما يستووا وايه ويعقدوا كده ويتقلوا ويبقى تقيل كده وحلو كده بتاع الكنافه اللي احنا بنبقى نحبه ده كلنا. جسبت منهم معلقتين 3 كده وقلبتهم مع النص مع معلقه كوبايه الا ربع من السمنه السايحه. واتبسيت بهم بقى ايه؟ هبس بيهم سميد البسبوسه والحاجات اللي انا المواد الجافه اللي انا جهزتها معاكم. هجيب بقى كوبايه الا ربع من الميه الدافيه. انا هعملها بقى بميه النهارده، مش هحط بقى لا زبادي ولا لبن ولا حاجه. ومش هعجن بقى خالص يا بنات. هقلب كده بالمعلقه من تحت لفوق. هقلب كده من تحت لفوق مجرد ما يتشرب. انا حطيت الميه جزء جزء، يعني ما حطيتهمش كلهم مره واحده. انا حطيت نص الميه، هي المقدار كله 3/4 كوبايه من الميه. يبقى 3/4 كوبايه من الميه، 3/4 كوبايه من السكر، 3/4 كوبايه من السمنه. الخطوات بقى زي ما انتوا شفتوها كده، ان انا بسيت السمنه بالسميط البسبوسه بتاعي مع العسل اللي هو بتاع الشربات بتاع الكنافه، او العسل الابيض او
عسل الجلوكوز. بس كده. وبعدين جبت الميه بقى في الاخر وحطيتها، وهستف بقى الصينيه بتاعتي. عايزين تحطوا في الوقت ده مكسرات تمام، مش عايزين براحتكم خالص. جبت بقى معلقه سمنه كده بلدي، سيحتها كده على النار. وبالمناسبه كمان يا بنات، السمنه اللي انا حطاها دي سمنه خليط، سمنه على سمنه روابي اللي هي بالقشطه. يعني السمنه البلدي اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، هي البسبوسه بتحب السمنه البلدي بصراحه. بس لو عايزين تعملوها بسمنه بلدي صافي تمام، ما عندكيش هتعملي من ده على ده، ما عندكيش هتحطي برضو سمنه عاديه من العلبه عندك وهتحطيها، وهتبقى تطلع من ايدك زي الفل. كفايه بس ان انت اللي عاملاها كده لاولادك، ومفرحه اولادك بيها، ومفرحه البيت كله. بصراحه كل اللي دقها عجبته جدا جدا جدا، ومن انجح الطرق اللي انا عملتها بصراحه. يا رب الطرق تكون واضحة. يا رب بقى تحطوا لي لايك كده للفيديو، وتعليق حلو منكم كده يشجعني ان انا اكمل. واي سؤال تحبوا تسألوه انزلوا تحت في التعليقات، وانا ان شاء الله برد عليكم على طول. هنعمل بقى الشربات. انا بعد ما حطيت الكنافة، قصدي البسبوسة، بعد ما حطيت البسبوسة بتاعتي في الفرن، وبعدها كده يجيب 10 دقايق قمت بدأت اولع على على البسبوسة. مش عارفة طالبة معايا كنافة ليه، ما علينا. المهم التسوية بقى، كل شوية كده بفتح الفرن، يعني كل 5 دقايق كده بفتح الفرن واقلبها عشان تاخد كلها من تحت لون واحد زي ما شفتوا كده في الفيديو. الشربات بتاعي كان استوى. يعني انا سبته غلى 5 دقايق كده بعد الغليان، وطفيت عليه. شربات الكنافه شربات البسبوسه، اسفه، شربات البسبوسه بيكون سخن وخفيف، ما يكونش تقيل. يعني مجرد ما تغلي كده والسكر يدوب بتاع الشربات، يبقى خلاص كده ايه، الشربات بتاع البسبوسه بتاعي بقى زي الفل. شوفوا بقى كده، انا كنت بحط بالكبشه كده، شربت الشربات بتاعي في ثانيه الا ثانيه، في ثانيه الا ثانيه. وعايزه اقول لكم على خطوه كده، بس انا بصراحه نسيت احطها. معلقه سمنه بلدي كده في الشربات. دي خطوه يعني حلوه ومهمه جدا، بتدي لمعه حلوه قوي قوي للبسبوسه. بس انا نسيت احطها المره دي يعني. فان شاء الله المرات الجايه كده نبقى نحطها مع بعض. وعايزين تحطوا على وشها مكسرات ماشي، فول سوداني، اي مكسرات عندكم تقدروا تحطوها حطوها. بس انا عملتها النهارده يعني ساده، وان شاء الله الطريقه دي هعتمدها خلاص. هي دي الطريقه بتاعه البسبوسه بتاعتي اللي مفيش اسهل ولا ابسط منها بصراحه. يعني بجد طريقه حلوه جدا جدا، وان شاء الله باذن الله تجربوها وتعجبكم، وتقولي بقى في التعليقات تقولوا لي ان الطريقه ان شاء الله عجبتكم. بس كده. وجيت بقى بعد ما بردت بقى خالص، قلت بقى اطلعها. عايزه اقول لكم ان هي بتبقى كل ما بتبرد كل ما بتكون احلى واحلى. كل ما يعني لو باتت لتاني يوم تبقى احلى كمان. يعني انت مثلا لو عندك عزومه او عندك حاجه مثلا، يعني عندك ضيوف جايين لك او حاجه، ممكن تعمليها قبلها بيوم وتقدمها لهم تاني يوم وبألف هنا وشفا. بجد هتبقى هتتبسطوا وهتبقى حلوه جدا. شوفوا لونها حلو من تحت ازاي. عشان التسويه كنت كل شويه بفتح الفرن واضيرها، يعني اجيب اللي جوه بره واللي بره جوه، بتاخد لون حلو. لما بعمل الكنافه بتبقى كده برضو، ولما بعمل الجلاش بعمل كده برضو، سواء بسبوسه كنافه بالجلاش. اعملوا الطريقه ديت في التسويه، وان شاء الله هتعجبكم باذن الله، ويبقى الحاجه كده واخده معاكم لون واحد. بالذات بقى اللي هم الايه الافران القديمه اللي زي بتاعتي يعني. بس كده. يا رب يكون عجبكم، وده الفيديو بتاعي النهارده، واشوفكم على خير ان شاء الله.